سؤال غير واحد نكمل غير المداخله ديالي السي درعه. انا عطيك واحد السؤال اختي، كتبارطاجي عندك في القناه ديالك واحد القناه اتجاه المعاكس اللي كتضرب في الوطنيه وكتضرب في المملكه وكتبارطاجيها عندك، واش بارطاجيتي قناه كتضرب في الوطن ديالنا ولا لا؟ وعباد الله سير عن اتجاه المعاكس ودير به شكايه خويا، واش عجبني انا؟ قلت بلي ان سير على الله كتبارطاجي واحد الانفصال ولا انه خائن للوطن. انت اتهمت هذه الاخت هذه بلي انها كتبارطاجي واحد القناه. انا ما اتهمتهاش، انا عطيتها سؤال ومن قالت لي كنبارطاجي قلت لها اعيدي النظر، لان اللي كتبارطاجي لهم راه ناس كيضربوا في الوطن ديالنا. انا الاخت قبيله من قلت لها غادي نطرح عليك سؤال لان طرحت عليا اسئله وما نعرفش انا القناه نتاعها. من دخلت لقيت واحد الاغنيه ما عجبتنيش. طلع الاخ عمر عيان ومريض هاد الساعه بالحق خويا راه تهمه عليك. طلع سمعنا انه اتهم الاخ ديالنا عمر اتجاه المعاكس اللي ماشي من حقه انه يتهموا بالخيانه ولا انه انفصالي ولا انه كيعمل فيديوهات معاديه لهذا الوطن. الاخ هو حاضر معنا غادي يطلع كذلك عنده الحق الرد وانه يطلع يتكلم. اتجاه المعاكس اخي الكريم رانا حطيت لك يعني الرابط من حقك حق الرد. اتجاه المعاكس مرحبا بك اخي الكريم. من باب عندي حق الرد على هذا الشخص اللي قالوا لي بانني اتهمني بانني انا خائن للوطن. انا نشرح لي ما معنى الخيانه ونعطي اسئله سهله بسيطه. حنا هاد الامور هذه تعودنا على كما قال الاخ رشيد، كل من اختلف مع الجماعه واختلف مع هذيك المجموعه الضاله فهو انفصالي، فهو خائن للوطن. غير سوبر شات الا ما كان سوبر شات فهو انفصالي. الا كان انفصالي بهذا المفهوم السي-درعه والاخوان والاخوات فانا انفصالي عن السعايه والنصب والاحتيال والاسترزاق بحالة الناس، فانا انفصالي على هذا الشيء. اما الملكيه او خيانه الوطن انا غنعطيه درس ان شاء الله، ونعطيه اسئله واحتراما للقناه ديالك السي-درعه واحتراما للاخوه والاخوات الذين يكن لهم كل الاحترام وكل معزه وكل محبه. فالخيانه هي ضد الامانه. وانت السي الحاج هو كتعطيك امانه، اما اللي كتعطي لك انت ورئيس الجمعيه وكتسترزق على حاله الناس ومآسي الناس وظروف الناس المعيشيه. اما تهمني بالخيانه فاي انسان السي-درعه والاخوان والاخوات، اي انسان يتهم انسان بدون دليل وبدون حكم قضائي فهو انسان ضال مضل مجرم. لا ماشي من حق اي واحد يوزع الانفصال ولا الوطنيه على اي واحد، ماشي من حقه نهائيا. السي-درعه غدا تختلف معاه انفصالي انت اكون على يقين. انا حنا كنعرفوه، حنا هذوك المجموعه الضاله المضله، المجموعه التي تسترزق على حاله الناس والمآسي ديال الناس، حنا ما بقاش كيهمنا الاتهامات ديال انا السي عمر انا مختلف معاهم يعني بالنسبه الامور التسيير ديال الجمعيه انا مختلف وعبرت عليه ما دام المره. هادشي باين يعني واش انا معاهم في هذه الامور اللي هي مخالفه للقانون واللي فيها يعني السمعه ديال البلاد ديالنا ابدا. وحتى ملي جبدك انت راه هضر غير على واحد الاغنيه باش نوضح لك، ربما تكون ما وصلتكش الفكره مزيان. ملي مشى قلب على القناه ديال سير الله قال في البدايه انه ما عرفهاش، قال لك اودي انا دخلت القناه ديالها لقيتها مبارطاجيه واحد الاتجاه المعاكس عنده في القناه ديالو واحد الاغنيه ديال واحد الرابور كيسب يعني في الدوله ديالنا. الرد مكفول مادام يعني بكل احترام راه حق مكفول السي عمر. مرحبا. الله يعزك السي-درعه ويعز الاخوان اللي هما كنشوفهم عندهم واحد الحرقه على واحد الاخ ديالهم. هذا الانسان كلما اختلف مع شخص او مجموعه من المجموعات السي-درعه كيتهم بالخيانه للوطن، ولكن انا غنعطيه هو بالدليل، غنعطيه بالدليل وغنسولو اسئله. انا هذه هي الاسئله الجوهريه. اما رايه هو فيا انا ما كيهمنيش انا حنا غنقولوا له اول سؤال: ما رايك السي الحاج واحد الانسان كيقول الى حيدتني نحيد الله، هل هذا ليس كفرا؟ جاوبنا حنا جاوبنا. ما رايك السي الحاج من واحد الانسان لرئيس الجمعيه ديالك كيقول
عاش المغرب وعاش من خاناه، وعاش الصحراء وعاش من خاناه. وجاوبنا على هذه الاسئله السي الحاج. قول لنا الحاج، ما رايك في رئيس الجمعيه ديالك اللي كيقول، وبالدليل حنا بالدليل داكشي موثق صوت وصوره ونحطوا ليه، ما رايك السي الحاج اللي كيقول رئيس الجمعيه ديالك بان شعبيه الملك طاحت؟ هذا واش هو ملكي؟ ما رايك السي الحاج في الاخت فاطمه الزهراء اللي هي بنت دوار سيدي محمد اللي تعرى عليها في الكام، ومني حطيني لي الدليل قال لك بانني كنت كافر؟ وما رايك الحاج في حاله ام السعديه اللي قال عطى 20 مليون وهي اقسمت بالله، هذيك الام المكافحه المناضله وقالت الله تعطاني مليون؟ ما رايك الحاج؟ فانت انسان ضال مضل باش تهم واحد الانسان بدون دليل، بدون بينه، بدون حجه، بدون حكم قضائي، فانت انسان تمرر خطاب ديني، وانا غنعطيك الدليل مؤخرا. سمعتي السي الحاج؟ انا غنجاوبك بادب، لان ثقافتي وتعليمي واخلاقي وتربيتي وحبي لملكي ولوطني ولمغربيتي ولديني فهي اعلى انها تناقش. لا يمكن ان واحد يناقشني في اختياراتي. انا في اختياراتي ديني كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله والمغرب وطني. واسمع السي الحاج، ومحمد السادس نصره الله امير المؤمنين اللي ما تقدرش تقولها انت كتقول ملك. امير المؤمنين ديالك انت هو الخليفه الرابع. ما رايك السي الحاج من حطك مول الجمعيه والبارح، وانا عارف الفيديوهات ديالك كضرك، واخر فيديو هو ديك الفعله الشنعاء اللي درتي الرئيس الجمعيه في الظهر ديالو، هذيك تعبر عن اخلاقك وعن تربيتك وعن سلوكك وعن دينك. ما رايك السي الحاج بانه مني قال لك سؤال مباشر، هل تجوز الرحمه على غير المسلم؟ انا عارف كنضرك السي الحاج، انا اللي وثقت لك مقر الجمعيه، وانا اللي وثقت لك الفيديو اللي حط لك الاخ خالد المنافق الجدد اللي كيقول فيه بانه جا شهرين ونقدموا انسان عنده شهرين، الناس عندها 30 عام 40 عام يلا شاريه سكن في المغرب، ولا يلا كتقري ولادها، وواحد جا شهرين باش تعرف الضلاله وباش تعرف انك تدعم انسان ضال مجرم ونصاب. احنا بغينا هاد الاخوان يسولوا هاد الاسئله. جا قال ليه ما رايك السي الحاج انه الدعاء بالرحمه لغير المسلم؟ ما قدرتيش تجاوبيه وبقيتي تتلاعب بالالفاظ وتستعمل التقيه في الجواب. سمع السي الحاج، التقيه في الجواب، وانا اعلم بانك على هذا الدين الضال المضل الذي يكفر صحابه رسول الله ويكفر عائشه ام المؤمنين. سمع السي الحاج، انا غنورب بك وغنوريك ثقافه كل انسان مغربي وطني غيور على وطنه يحب الخير لوطنه. سالك وقال لك 3 المرات، قال لك ما رايك السي الحاج في واحد الانسان مسلم يطلب رحمه لغير المسلم؟ لم تستطع الاجابه. سمع السي الحاج الاجابه، الرحمه تجوز على غير المسلم، والدليل احنا راه امه الدليل، هاتوا برهانكم وان كنتم صادقين. اسمع الدليل السي الحاج، الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى فهو مشمول بهذه الرحمه. ما لا يجوز السي الحاج، اسمع نقرك شويه دينيا، ما لا يجوز السي الحاج هو طلب المغفره، لان الفرق بين الرحمه والمغفره فرق شاسع. المغفره هو طلب من الله سبحانه وتعالى ان يغفر الذنب وان يمحو اثر ذلك الذنب. سمعتي السي الحاج؟ جاوبنا على هذه الاسئله. اما وطنيتي ووطنيه الاخت سير الله ولا الاخ رشيد بلو ولا الاخ درعا وديني واخلاقي وتربيتي لا دخلتك لك فيها. انك مجرد اغنيه، انا نتحداك قدام الاخوان والاخوات، اذا لقيت اغنيه تسيء الى الله ورسوله وتسيء الى الاخلاق اللي هي شامله انسانيه، ولكن كنعرف بان الفيديو الاخير ديال هذه الظاهره وهذاك الفعل الشنيع اللي درتيه في ظهر رئيس الجمعيه هو اللي كيضرك، والتوثيق ديال المقر الجمعيه هو اللي ضرك. ونزيد نكمل لك السي رشيد، وانا غنمشي معاك واحد شويه على اليوم. احنا غنمشيو اليوم خرج واحد، ما غنقول الصحفي، غنقول معلق رياضي، هل المغرب والمغاربه
الاخ رشيد دار عليه اللايف، الاخ عبد الله دار عليه اللايف. اين انت يا رئيس الجمعيه ويا مفتي الجمعيه من هذا الحدث الجلل؟ ولا انه ينتمي الى واحد المجموعه كتطلب بها وكتسعى بها وكتملق لها. ونتحداك اللايفات ديالك الاخيره انك سبقتي المغرب على الجزائر. دائما عاشت الجزائر عاشت المغرب. اين الوطنيه؟ اين هي الوطنيه واين هي الملكيه حين تتهم اشرف الناس بالخيانه وانت خائن السي الحاج؟ ونعطيك السي الحاج دينيا واخلاقيا مني كيدار واحد اللايف من رئيس الجمعيه اللي انت كتعتز وكتفتخر به امام 32 ألف مباشره ويطعن في الشرف مغربيه. كان البارح كيقول لها اختي، كيسبها الشرف ديالها وكيطعن في الشرف ديالها وانت لم تحرك ساك. اين الشرف واين العفه واين غيره المسلم على اخته المسلمه؟ انت تجي تعطينا صكوك الوطنيه وصكوك الايمان؟ انت هذه اخلاق ديال واحد الانسان. سمعني السي رشيد، انت درتي لايف قبيله ما كنعلقش ونقول تفرجت، كنشوف واحد الانسان غيور على وطنه، كنشوف الاخ عبد الله غيور على وطنه، كنشوف الحاج عبد القادر حتى هو تار هذا الموضوع وترناه مع المغربيين المنافقون الجدد. فاليوتيوب المغربي واليوتيوب العالمي ثائر على قبول التصريحات ديال معلق ريادي ماشي صحفي. القبول الصحفي هو ابعد ما ان يكون يطيح بهذا المستوى الدليل. هذا العبد الجنرالات المجرمه التي ساءت لكل الجزائري وساءت للمغرب لتسود الحكم ديالها. اين انت يا رئيس الجمعيه الملكيه؟ تفرقون بين المغاربه وتمنحون سكوك الوطنيه والايمان عن الناس. فاعتذر منكم اخويا على الأطرحة، وهذه فرصه تحت لي في القناه ديالك. كنحييك وكنحيي الاخوان جميعا معلقين واصحاب قنوات. ونتمنى هذه الرساله الاخيره اللي عندي هو انه الصلح جائز بين الاخوه لانهم مسلمين. تصالحوا مع بعضياتكم وكونوا خوت مع بعضياتكم وتعاونوا مع بعضياتكم. نحن لا نحارب اشخاص، نحن نحارب ظاهره ونبدي اراء ديالنا ونوثق لافعال هذا الامبراطور الاجرامي في النصب والاحتيال والاستنزاف على الناس والضرب في كل مقدسات دينيه ووطنيه وشرف كل مغربي ومغربيه.